كي يتعقب الرأي العام الوطني معرفة مصير دنيا باطمة بعد القرار النهائي الصادر عن محكمة النقد، والقاضي برفض طلب الفنانة المغربية اللي غيصبح بالتالي الحكم الاستئنافي قطعيا في حقها، واللي كيدينها بسنة حبسا نافذة. وفي هذا الصدد من المنتظر توصل النيابة العامة بمراكش بقرار مكتوب من محكمة النقد اللي يتم على الفور إصدار أمر اعتقال في حق دنيا باطمة وإيداعها سجن الولاية. وللإشارة رفضت محكمة النقد أمس الخميس 28 جانفير طلب اللي تقدمت به الفنانة المغربية دنيا باطمة والمتابعة على خلفية قضية حمزة موبيبي واللي طارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قضت في يناير 2021 بإدانة باطمة المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني حمزة موبيبي، واللي عرف التشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم بسنة حبسا نافذة.